تراهن يا عم ان هما هيبلعوها. طب انا هثبت لك يا جماعه. اوعوا حد ياكل الطماطم اللي فيها الخرمين دي، علشان خاطر دي عضيدها تعبان. مش قلت لك هيبلعوها؟ طب اخش لك على الاتقل. يا عم هيبلعوها. الحقوا يا جماعه، بيورنشوا اسدين قصر النيل. اه والله، بيشوهوا حديقه الاسماك وهيهدوا مستولده محمد علي. بلعوهم. نخش على التقيل بقى. تقيل هيصدقوا. يا جماعة، في مركب اسمها كاثرين محملة بأسلحة لإسرائيل، رفضتها كل دول العالم ومصر قبلتها ودخلت مينا اسكندرية. ده عار ما بعده عار. الجيش المصري حاططنا في العار دلوقتي. الجيش المصري بيتعاون مع إسرائيل يا جماعة. شربوها الكروديات. اه والله، كروديات حقيقي. بقالهم شهور بيقيسوا في الوعي الجمعي بتاعنا، اللي الحمد لله طلع رايح في داهية. جرجروك في الصغيرة وفضلوا يرددوها لحد ما صدقتهم، لحد ما جت اللحظة الكبيرة. عارف يعني ايه يشككوك في ولاء جيشك وانتمائه؟ عارف يعني ايه يطعنوا في شرف العسكرية المصرية وانت تصدق؟ يا ترى بعد ما عرفت ان الشحنة اللي كانت على المركب كاثرين تخص جيشك وتخص وزارة الانتاج الحربي، يعني امن قومي، يا ترى اعتذرت؟ يا ترى نشرت الحقيقة؟ يا ترى هتبطل تعمل اللي انت بتعمله ده وتصدق اي حد يرمي لك اي طعم؟ يا ترى هتخاف على بلدك؟ يا ترى فهمت ان انت الغرض، ان انت الزبون بتاعهم، ضرب معنوياتك وثقتك في جيشك؟ يا ترى فهمت الموضوع ده؟ يا ترى هتوقف شير؟ يا ترى ادركت ان الاشاعة دي تحديدا طالعة من قلب اجهزة مخابرات معادية لبلدك، وكل اللي روج ليها مجرد اذرع ليهم؟ يا ترى ادركت ده؟ ادركت حجم الكارثة؟ ادركتها؟ ما سألتش نفسك ازاي وصلت بيهم الجرأة والبجاحة، هم والأذرع بتاعتهم، ان هم يخوضوا في الجيش المصري بالوقاحة والبجاحة دي؟ ما فكرتش ان دي اولى خطوات هد المعنويات بتاعتنا وعلاقتنا بجيشنا، يمكن لان المواجهة قربت؟ كل الاشاعات اللي فاتت دي كوم، والاشاعة دي تحديدا كوم تاني، لانها كارثية. اشاعة بتهدد الامن القومي المصري، بتهدد بلدك. يا ترى امتى هتفوق وتبطل شير؟ يا ترى امتى هتشغل مخك وتشوف مين بيروج للإشاعة وتقول أنا لا يمكن أبقى في صف البني آدم ده؟ والسؤال المهم، يا ترى امتى هنشوف اللي ابتدت من عندهم الإشاعة دي تحديدا بيتحاسبوا وبيتحاكموا؟ وأظن مفيش أخطر من الأمن القومي المصري ومعلومات تخص الجيش المصري إن هم يتحاسبوا عليها. فوقوا يا جماعة، فوقوا، عشان المواجهة مع العدو الأزلي بتاعنا كل مادة بتقرب. ومعنى ان هم وصلوا للمرحلة دي من الفجر، معناها ان هم عايزين يشوفوا علاقتنا بجيشنا عاملة ازاي. اوعى تسمح بترديد إشاعة بتمس جيشك وأمنك القومي. اصحوا، اصحوا، اللي جاي صعب، ومحتاج ان كلنا نبقى على قدر من الوعي والمسؤولية ان احنا نقف في ظهر جيشنا وبلدنا. وقف الإشاعة عندك، وقفها. ما تعملش شير، انت مش هتاخد جايزة الدولة التقديرية. وقف الإشاعة. يا ريت نفوق بقى، يا ريت. وافتكروا ان في دول وقعت بالإشاعات. صحصحوا يا مصريين، صحصحوا.